شمين الريحة الجميلة. ده نعناع فريش. بغسله كم مرة كده في المية وانشفه، بس بنشفه مش في الشمس، في الظل. بنشفه في الظل، بنشفه بدل اللي انا بجيبه من المحلات. لا، انشفه انا، بيبقى ريحته جميلة. شمين الريحة زي ما انا شمها، ريحته تحفة. تاني بغسله وانشفه، وبعدين بستعمله مطحون، بس بيبقى محتفظ بخضاره، لاني ما بنشفهوش في الشمس، بنشفه في الظل، في الهواء. بنشفه في الهواء، لو نشفته في الشمس بيسمر، انما انا بنشفه في الظل. بغسله، بنقيه، وبنشفه في الهواء. ريحته تحفة يا بنات، ريحته تحفة. احط بقى على الليمون، احط على المحشي، اشربه على الشاي. شمين الريحة. ده نعناع فريش، ده نعناع اخضر فريش. فردته كده على الصينية ونحطه بقى في البلكونة. احطه في البلكونة عشان الهوا ينشفه، وينشف من الهوا مش من الشمس. اخد الورق بتاعه ويبقى ناشف، واطحنه استعمله في المحشي، احط على الشاي، احط على الليمون. طبعا الليمون الساقع بقى، واللي عايز الليمون الساقع الايام الحر دي، وتنشف. فردته على الصينية اهو، نشفه في الهواء. ده النعناع اللي انا غسلته معاكم. ده النعناع نشفته في الهواء، وهفرط كده العيدان، اعمل العيدان كده، وده احطه في جنب كده. اخد الورق بس. ده النعناع اهو نشف، هاخد العيدان واعمل الورق. مين العروق؟ فريش.
ادي بقية النعناع يا بنات اهو، اللي انا غسلته معاكم وحطيته في الظل، ما حطيتوش في الشمس. ودي العروق بتاعته اهي، العروق بتاعته اهي بتاعت النعناع اهي، وانا خلصت عليه اهوت وعملته. وبعد كده هعمله في المطحنة ووريهولكم، وتحطيه في برطمان في التلاجة. النعناع ده عامل زي الريحان يا بنات، ورقته زي ورقة الريحان. بتعوزيه بقى بتحطيه في المحشي، وتحطيه في الشاي، تحطيه لو الواحدة بيبقى عندها مغص ولا في مغص في البطن، بتغلي كوباية نعناع. ده جميل جدا يا بنات، وانا بصراحة بحب احطه في المحشي، في الخلطة بتاع المحشي، بيخلي ريحة المحشي تحفة، بيخلي ريحة المحشي تحفة. انا كده هعمله في المطحنة وهوريهولكم بعد ما اعمله، واحوش بقية العروق دي واخضر. لو انت حطاه في الشمس هيسود، انما انت حطيه في الظل وفي الهواء بيفضل اخضر، وريحته تحفة يا بنات، تحفة. ريحته شمين، شمين واخضر زي ما هو. هخلصه واوريهولكم. شوفوا يا بنات، اقوم جاي في المنخل بتاع الدقيق، واقوم مغربلاه كده. شفتوا النعناع، شفتوا النعناع واخضر، اخضر. لو حطيتيه في الشمس بيسمر، معلومة بعيدها تاني. لو حطيتيه في الشمس وكده هوريلك المراحل بتاعة النعناع. من ساعة ما تجيبيه أخضر من السوق فريش، وتحطي وتغسليه وتنضفيه وتحطيه في الهواء ينشف. هنا بقى أنا هعمل دي في المطحنة. أنا عملته في المنخل بتاع الدقيق، وكده أنا هعمل الخشن ده في المطحنة. هحطه هنا بقى في المطحنة الخشن ده عشان استفيد بيه. هحطه في المطحنة واعمله في المطحنة. ده يا بنات بعد ما طحنت النعناع اهو، شايفين الخضار بتاعه اهو. عبيه بقى في برطمان، لما عندكيش برطمان حطيه في كيس من بتاع التلاجة. انا عندي اهو اللي انا عاملاه بقاله فترة، عاملاه بقاله فترة عندي، وحطاه في باب التلاجة اهو. لسه اخضر اهو، حطاه في باب التلاجة اهو. انتي ما بتستغنيش عن النعناع. خلصت النعناع اللي انا عملته، وهحطه بقى في كيس. لو مفيش معاكي، انا معايا برطمان اهو، معايا ال النعناع اللي انا حاطاه بقاله فتره في التلاج. بس مش هحط ده على ده، ما اخلص القديم الاول ابقى اعمل الجديد. والجديد هحطه في كيس، هحطه في كيس، وما اخلص القديم هشتغل. وهعينه الجديد ده، هعينه لما اخلص القديم. دي معلومة عشان الكيس ما يتفتحش منك. حطيه في بتاعة ازازة كده اهو، واقفليه، واقفليها عشان ما يتبعترش منك اهو. في كيس، لو كيس وحطيه في باب التلاجة. وعشان تقفلي والكيس يبقى محكم اعملي كده. معلومة لو ما عندكيش برطمان، حطي في كيس من بتاع التلاجة وحطيه في باب التلاجة.
ودي هتحكم عليه، تفتحي ما تكوني عايزة اهو. معلومة يا بنات، اهو اهو، وتفضي اهو، حطي الجديد على القديم، فيلي هيفضل محتفظة، وتحطيه في باب التلاجة، وانا اخلي القديم لما اخلصه وبعدين اشتغل في الجديد. ودي العروق اهي، العروق اهي، والله مستخسرة ارميها من ريحتها، مستخسرة ارميها. يلا يلا، لايك بقى وشير عشان الكل يستفيد. المرحلة من ساعة ما جبته اخضر لعند ما نشفته وطحنته وحطيته في باب التلاجة.